السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نتقاسم معكم فيه لائحة العطل برسم السنة الدراسية 2024-2025. وهذه اللائحة تخص تلاميذ التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، وأيضا طلبة أقسام تحضير لشهادة التقني العالي BTS. ومصدر الوثيقة هي الملحق رقم 1 اللي جاء في المادة 7 من المقرر الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2024-2025 الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. أول عطلة واللي هي عطلة عيد المولد النبوي، واللي المدة ديالها يومان 12 و 13 ربيع الأول 1446 هجرية. تاليها العطلة البينية الأولى من الأحد 20 أكتوبر إلى الأحد 27 أكتوبر 2024 مدتها 8 أيام. ثم بعد ذلك ذكرى المسيرة الخضراء يوم الأربعاء السنوبر 2024 مدتها يوم واحد. وبعد ذلك عيد الاستقلال يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 والمدة ديالها يوم واحد. العطلة الخامسة واللي هي العطلة البينية الثانية من الأحد 8 دجنبر 2024 إلى الأحد 15 دجنبر 2024 ومدتها 8 أيام. يليها فاتح السنة الميلادية يوم الأربعاء فاتح يناير 2025 عدد الأيام يوم واحد. يليها ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال يوم السبت 11 يناير 2025 عدد الأيام يوم واحد. بعد ذلك عطلة رأس السنة الأمازيغية اللي غادي تكون يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 واللي المدة ديالها يوم واحد. ثم بعد ذلك عطلة منتصف السنة الدراسية واللي هي العطلة ديال الدورة الأولى واللي غادي تكون ما بين الأحد 26 يناير إلى الأحد 2 فبراير 2025 واللي المدة ديالها 8 أيام. ثم بعد ذلك العطلة البينية الثالثة واللي غادي تكون من الأحد 16 مارس إلى الأحد 23 مارس واللي المدة ديالها كذلك 8 أيام. تليها بعد ذلك عطلة عيد الفطر اللي غادي تكون من 29 رمضان إلى 2 شوال 1446 واللي المدة ديالها إما غادي تكون 3 أيام أو 4 أيام. ثم بعد ذلك عيد الشغل اللي غادي يكون يوم الخميس فاتح ماي 2025 عدد الأيام فهو يوم واحد. ثم تاليها العطلة البينية الرابعة اللي غادي تكون من الأحد 4 ماي إلى الأحد 11 ماي 2025 واللي المدة ديالها 8 أيام. ثم بعد ذلك عطلة عيد الأضحى اللي غادي تكون من 9 إلى 11 ذي الحجة 1446 واللي المدة ديالها 3 أيام. ثم بعد ذلك آخر عطلة واللي هي فاتح محرم واللي هي رأس السنة الهجرية اللي غادي تكون فاتح محرم 1447 هجرية واللي المدة ديالها يوم واحد. وبهذا غادي نكون درت إطلالة شاملة على لائحة العطل ديال السنة الدراسية 2024-2025. وبالنسبة للمعلومات المقدمة غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. لهذا ما تنساوش بالاشتراك وشي تعليق محفز ولايك وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم. أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.